النهارده مصر والامارات 1-1. تحس ان الماتش ده كوبي بيست من ماتش مصر والكويت. نفس السيناريو. انت ما شفتش، انا ما شفتش حاجه جديده. ما شفتش حاجه جديده اتعملت، نفس الطريقه ابتدينا بيها ونفس كل انا بس قبل ما اتكلم في التفاصيل، انا عايز احيي كابتن علاء عبد العال بجد. لان الراجل ده سابق عصره. الراجل ده شاف حاجات في الكوره احنا مش شايفينها. هو كان صح واحنا غلط. احنا كنا بنتريق عليه عشان هو بيدافع وبيلعب بدفاع وبيلعب على الكونتر اتاك والكلام ده. اتاري الراجل ده كان صح، احنا اللي غلط. النهارده كل الفرق نازله قدامي عندها التنظيم وعندها الدفاع. بتسيبك انت تلعب تعمل في الملعب كل اللي نفسك فيه، كل اللي نفسك فيه، وهو بطلعه صح، بهجمه مرتده صح، بكونتر اتاك صح، يجيب فيك جول ويعذبك طول الماتش. انا عايز اعرف انت ليه بتلعب بثلاث ديفندرات في نص الملعب؟ ليه ثلاثه؟ انت بتلعب منتخب العالم، ثلاث ديفندرات، 2 6 1. طب ليه؟ ليه كل ده؟ ما تحط قفشه في الاول، ما كفايه يا السوليه يا النني، واحد فيهم بس اللي يلعب، وحط قفشه قدامهم. انت محتاج واحد 10. ما خدتش ناصر ماهر ليه؟ انا مش فاهم. استنيت لغايه ما الجون دخل فيك وبعدين انت جاي بقى معدل الطريقه. سحبت مدافع ونزلت ايه؟ مهاجم جنب مروان حمدي. قلبت الطريقه 3-5-2. الله اعلم بقى انت يعني دماغك كانت فيها ايه، بس هي من الواضح كانت كده يعني. طب ما تلعب 4-4-2 من البدايه طالما انت ما بتلعبش ب 10. العب 4-4-2، نزل اتنين راسات حربه، وانت كده كده كل شغلك من على الجناب. وكان المدرب قريب، ده كان عامل فاتح الباك ليفت، فاتح شارع من الناحيه الشمال اللي جه منها الجون. طب هتعمل ايه مع الاردن؟ كسبان الماتشين 6 بونت ومش هتخسر الماتش بتاعك. هينزلوا يستموتوا قدامك، مش هيخسروا. عندهم طار من البطوله القديمه، مش هيخسروا قدامك. انت بقى مطالب ان انت تجيب 3 بونت، يا اما ما قدامكش حل تاني. انت خسرت باي باي. تعادلت هتبص بقى انت ونصيبك، و90% لو تعادلت هتطلع برضه. فانت لازم تكسب الماتش، وهم مش هيسيبوك تكسب. انت زنقت نفسك. النهارده ماتشين كانوا سهلين جدا، نفس السيناريو، برضه ما عملتش حاجه. طب ليه ما بنتعلمش؟ ليه ما اتعلمتش من الغلط بتاع ماتش الكويت؟ انا ما اعرفش. يعني هي كانت واضحه قوي، مش محتاجه يعني. ليه واخد لعيب 10 واحد بس؟ ليه ما ابتديتش بميدو جابر في اول ليه بتخلي الاوراق اللي هي اللي المفروض تكسبك بقى قاعدها على الدكه تنزل بيها، مستني الجون يخش فينا وبعدين